بس يا قلبي هوريك كده تيست صغير بصوتي عشان بس تتاكد ان النسخه بتسحب رومات فعلا وانت مش ادمن. تمام، تابع بس معايا لاخر الفيديو عشان تفهم. قشطه. لو دخلت على الروم ده انت مش ادمن، لو دخلت على الروم ده انت مش ادمن، وهنا مش ادمن، وهنا مش ادمن، وهنا مش ادمن. وكمان هوريك برضو كمان شويه ان الرقم ده طاير، مين اللي رفعني ادمن ومفيش غيري انا وهو. تمام. طيب ولو دخلت هنا انا مش ادمن بس الروم مفتوح. تمام، ركز معايا بقى. اجعل نفسك ادمن تلقائي. تمام، اقفل الروم. يلا، الروم هيتقفل اهو. تمام، الروم اتقفل اهو. بمجرد انك تدوس على دي الروم اتفتح معاك. تمام، واسمعك كمان الاغنيه اهو. بيقول لك ايه؟ تايجر قام بتغيير اعدادات الروم للسماح للادمن فقط بالتحدث. تمام اهو. طب نخش على اللي بعده. الروم مقفول اهو، مجرد انك تخش كده الروم اتفتح. نخش على اللي بعده. الروم مقفول اهو، اتفتح. الروم مقفول اهو، اتفتح. الروم مقفول اهو. تمام، مفيش غير تايجر بس اللي ادمن. الروم اتفتح. تمام. طيب هنخش على ده. الرقم ده طاير، خد بالك. هوريهولك دلوقتي. الروم اتفتح، مفيش غيره وغيره. تمام. طيب لو انت خدت كده الرقم هوريهولك على نسخه فاضيه. نخش بقى على النسخه الفاضيه دي. الرقم زي ما انت شايف طاير اهو. تمام، تابع بقى معايا لاخر الفيديو.
Arriba, arriba, arriba otra vez. Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow. Con el dembow, son del flow. Arriba, arriba, arriba otra vez. قلبي فكك بقى من التيست اللي فات ده كله، تعال بقى نتكلم في الحاجات المهمه. تمام؟ طبعا انا مش هشرح لك تيست الفيروس تاني، خلاص كده انا شرحته لك في التيست. وده لون الشات، لون الشات عظمه زي ما انت شايف، والتذكر قشطه. خش بقى على المميزات كده بسرعه. خاصيه النسخه، الخاصيه العامه اللي هي اخفاء اخر ظهور ومنع حذف رساله صديقك وبقاء متصلا للان، حتى لو خرجت بره النسخه هيفضل متصل. تمام؟ الحاله اخفاء مشاهده الستوري، يعني انت تخفي ان انت شفت الستوري بتاع واحد، ومنع حذف الستوري تفضل يوم كامل حتى لو اللي قدامك مسحها. خاصيه المكالمات اللي هي لو عايز حد يرن عليك واتس او لا. خاصيه جهات الاتصال اللي هي اخفاء الصحين الزرقاء كالعاده يعني. خاصيه المجموعه اللي هي اخفاء الصحين الزرقاء في الرومات، وهنا في البي سي، يعني هنا في جهات الاتصال اللي هي في الشتات، وهنا في الرومات، وهنا في البي سي، وقاعد تعين اعدادات الخصوصيه لو انت عايز ترجعها تاني من الاول. خلصنا خصوصيه النسخه، نخش على اللي بعده. فكك من دي. اعدادات ومميزات النسخه. تمام؟ فكك من تبرع دي. مشاركه الوسائط اللي هي لو انت عايز تنزل ستوري اكتر من 30 ثانيه لمده مثلا 5 دقائق كده، واللي هي تنزلها بجوده احسن، وتنزل الصور والفيديوهات بجوده احسن. تمام؟ النسخ الاحتياطي والاستعاده لو انت عايز تركب ملف بسرعه كالعاده يعني، عارفينها دي. وحذف الملفات لو انت عايز تفضي الملفات بتاعت النسخه عشان لو واخده مساحه على الجهاز. المزيد من الاعدادات. هنا خصوصيه الفيروس. تمام؟ فعله عشان ما تهنكش كونكتات، وهنا فعله عشان تستلم كل الكونكتات صفر. فعله عشان ما تهنكش ضغط، عشان لو عندك ضغط رسائل. تغيير لون قسطر الواجهه. تمام؟ تعالى بس اتفرج على لون قسطر الواجهه الاول. حافظ اللون ده، خليك حافظ اللون ده. تمام؟ انا دخلت كده ودخلت على المزيد من الاعدادات، خصوصيه الفيروس، وفعلت دي، لون قصر الواجهه اتغير. المهم نكمل. شيل تفعيل. سحب رومات تلقائي اللي هي تنزيل ادمن كله بضغط الزرار واحده زي ما انا فرجتك في التيست، واجعل نفسك ادمن تلقائي. هفهمك قدام شويه مثلا بتاع دقيقتين 3 كده في الفيديو، قدام شويه هفهمك ايه هي حكايه ادمن تلقائي دي. طيب فانت لو دخلت على القناه ايفل دي، لو دوست عليها كده يدخلك على قناتي، خش اعمل سبسكرايب بسرعه كده. لو دخلت على اباوت النسخه ودخلت على دي، اكيد هيدخلك على قناتي تاني، ما اكيد يعني. لو دوست على دي ادخلك على قناتي، وهنا الانستجرام بتاعي، وهنا لينك شاتي، وهنا لينك نسختي فيرجن 17 اللي هي بجد هزت المجال يعني، جابت 10000 فيو. شايف ابن الشهره؟ ها. المهم نسختي ايه هتبقى عظمه قوي، هي واتساب اعمل، لكن دي جنب المتجر بتنزل جنب اي نسخه. دي قلت اهو. الكريدت عظمه قوي، وكاتب في رساله الشكر كل الناس اللي انا بحبها هنا. ولو دوست على دي ادخلك على قناتي، ورساله الشكر اللي هي تشينج لوج. تمام؟ خلصنا هنا. واخر حاجه دي اللي هي افكتات 3 دي.
كل دي افكتات موجوده عندك 16 افكت. كده خلصنا الحوار هنا. دعوه لصديقك وحاول يفكك منهم، انت شغلك كله في الاربعه دول. تمام. طيب لو انت جيت هنا عند خاصيه النسخه عملناها، واعدادات مميزات النسخه، وهنا راستر الواتساب عارفينها، مسج رقم مش متسجل، تكتب زائد 20 بعد كده رقم صديقك. بعد كده هنا اعمل روم، هفهمك ايه حكايه سحب الرومات دلوقتي. وهنا اعمل بي سي لو انت عايز تعمل بي سي وبينك وبين صحابك كده، رساله جماعيه. وهنا افتح ويب، ثواني، وهنا افتح ويب، وهنا رسائل مميزه بنجمه، وهنا التحديثات، وهنا اقفل النت على نسخه ايفل عشان لو حد بيرمي عليك وانت فاتح داتا كالعاده يعني. وهنا اعدادات عاديه اللي هي الخصوصيه العاديه كالعاده اللي في كل النسخ. وهنا الشات مترجمه، وهنا الاشعارات مترجمه كلها. وهنا التخزين والمساحه اللي هي مساحه الشتات عند استخدام بيانات عشان لو انت عايز تنزل مثلا صور او فيديوهات انت داتا او مثلا واي فاي تتحكم فيها. وهنا المساعده، وهنا الاباوت. هي اصلا دي نسخه سحب رومات بس انا هعتبرها فيرجن 18 قشطه. وهنا دعوه صديقك لو انت عايز تشير لينك النسخه. المهم بقى، تعال بقى نتكلم في المهم. ايه هو حوار انك تكون ادمن تلقائي؟ بص يا حبيبي، محدش يضحك عليك، تمام؟ انا مش بضحك عليك وقلت لك في اخر الفيديو اهو، تمام؟ النسخه بتسرعك في انك تسحب الرومات في المسابقات. النسخه دي المسابقات اصلا، تمام؟ وهي اصلا بتعمل رومات 2011. رمز الدوله اللي هو 297 رمز الدوله بتاع اوروبا، تمام؟ النسخه دي بتاعت سحب رومات المسابقات. هقول لك الزرار ده ايه لازمته. طبعا انت داخل مسابقه، تمام؟ سحب رومات، تعمل اجعل نفسك ادمن تلقائي ودي، تمام؟ تقوم داخل على دي كده، ولا اقول لك اوريك حاجه كده، لا مش هنلاقي هنا. المهم تقوم داخل على دي. طبعا في المسابقات هو بيقول لك هرفع الناس كلها، هيقوم عادب مثلا 5 4 3 2 1. في الوقت ده انت بتكون دخلت على الروم، دوست على اعدادات المجموعه ومكبر لك الزرار هنا كلمه ايفل ومكبر لك الزرار. انت بقى تفضل تعمل كده، فاهم قصدي؟ تفضل تعمل كده. هو هيكون بيرفع الناس بره، تمام؟ يعني هو بضغط الزرار هيرفع الروم كله ادمن. انت بقى تفضل تعمل كده لحد ما يرفع الروم كله ادمن. انت تسحب الروم قبل الناس دي كلها. ليه؟ لان معظم النسخ زي نسختي فيرجن 17 لما بتكون انت مش ادمن ما بيظهرلكش اعدادات المجموعه، فانت مش هتخش. فلو واحد مع النسخه دي انت من غير ما تكون ادمن هيظهر لك اعدادات المجموعه، فانت هتخش كده تقوم دايس دي، فاهم قصدي؟ هتسرق المسابقه قبله، يعني هتكسبها قبله. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ فهمتها كده القصه ماشيه ازاي؟ هي ما بتسحبش رومات بجد، يعني ما ينفعش انت ما تكونش ادمن وتسحب الروم، لا هيبان انك ادمن والروم هيكون مفتوح، لكن مش هتعرف تطرد حد، تغير اسم الروم، تغير ايقونه الروم، تغير مثلا وصف الروم، مش هتتحكم فيهم. هيقول لك ان الحاجات دي ما ينفعش غير للادمن. فهمت؟ يعني النسخه دي من غير ما تكون ادمن بتظهر لك اعدادات الروم، فهو بيرفع معاك الادمن بره اللي هو 5 4 3 2 1. انت بقى تفضل تعمل كده، فاهم؟ انت هتكون اسرع من الناس اللي معاها النسخه العاديه. النسخه العاديه لما الروم كله يترفع هتلاقي اعدادات المجموعه دي ظهرت، لسه بقى انت هتخش عليها ولسه هتقوم دايس على دي، فاهم قصدي؟ لكن انت من غير ما تكون ادمن بيظهر لك اعدادات المجموعه، تقوم دايس على دي، تفضل انت بقى تعمل كده، هو بيكون بيرفع الناس بره. فهمت ماشيه ازاي؟ هي دي نسخه سحب الرومات اللي كله بيتكلم عنها. ده اهم جزء في الفيديو. فكك بقى من اللي فات ده كله. سؤالك دلوقتي هل النسخه دي فعلا بتعمل رومات 2011 ولا ما بتعملش؟ وهل فعلا النسخه دي بتسحب رومات من غير ما تكون ادمن ولا ما بتسحبش؟ طيب بص يا قلبي، امسكها لك حاجه. الاول هي بتعمل رومات 2011 ولا لا؟ مبدئيا كده بتعمل رومات 2011 ايوه، بس فيك. هتقولي طب هستخدمها في ايه؟ هقول لك تعالى هتستخدمها في ايه. اعمل روم، هات مثلا روم 2011، تمام؟ هنضيفه خلاص، وهنا هتحط الاسم ده 2011 كود الدولة 297. انت قمت بانشاء المجموعة دي، تمام؟ اتضاف هنا، خلاص كده ضافه. في النسخ العادية اللي هي اصلا واتساب اللي هي الاصدار الجديد مفيش تاريخ الروم. فهمت الفكرة في ايه؟ فانت ممكن تضحك على اللي قدامك تقول له ده روم 2011 وهو اصلا مش هيبان عنده تاريخ الروم كام. هيقول لك طب هات سكرين ان انا جوه الروم وروم 2011. طب انت عامل كده سكرين مطول بقى، هتقول له انت جوه الروم، هتقوم باعت له السكرين كده، روم 2011 وانت جوه الروم اهو، تمام؟ فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ فهمت انت ممكن تخدع بيها اللي قدامك ازاي؟ هتقول له النسخه بتعمل رومات 2011 انت جوه الروم اهو
والروم 2011. طبعا عنده هو مش هيبان تاريخ الروم لان دي نسخه متجر، ومعظم النسخ اصلا اتشال منها تاريخ الروم. طيب مبدئيا كده احنا خلصنا من انها بتعمل رومات 2011. فهمت؟ يعني عندك في النسخه دي هيبان تاريخ الروم، عنده هو مش هيبان لان الاصدارات الجديده بتاعت الواتساب اتشال منها تاريخ الروم زي ما انت شفت هناك. تمام. طيب تعالى بقى لحوار النسخه بتسحب رومات ولا ما بتسحبش رومات. احنا كده خلصنا ان النسخه بتعمل رومات 2011 وفهمتك هتستعملها ازاي. فعلا بتعمل 2011 زي ما انت شفت. طيب النقطه الثانيه اللي هي هل النسخه بتسحب رومات فعلا وبترفع نفسك ادمن تلقائي؟ حصل الكلام ده، وافرجك برضو ازاي بتستعملها. لو انت دخلت كده على الروم، انا مش ادمن، تمام؟ انا مش ادمن زي ما انت شايف اهو. طيب هنا بيظهر حاجه اسمها اعدادات المجموعه، وانت مش ادمن مش بتظهر، تمام؟ وكده انت هتبطأ في سحب الرومات، هتبطأ في المسابقات. لو واحد معاه النسخه دي هيسحب المسابقه قبلك، تمام؟ مفيش هنا اعدادات المجموعه، انا مش ادمن، تمام؟ لو انت دخلت كده ودخلت على اعدادات ومميزات النسخه، ودخلت على المزيد من الاعدادات، ودخلت على سحب رومات تلقائي، ودخلت على اجعل نفسك ادمن تلقائي وفعلتها، ودخلت على الروم، بمجرد انك تدوس على الاسم الروم هيتفتح معاك ويظهر معاك اعدادات المجموعه من غير ما حد ما يرفعك ادمن، تمام؟ طيب استفدت انت بقى لما ظهرت اعدادات المجموعه في المسابقات؟ بيعمل ايه يا جماعه؟ انا هرفع الروم 5 4 3 2 1. في الوقت اللي هو بيعد فيه هتقوم انت داخل كده، تقوم داخل اعدادات المجموعه. اعدادات المجموعه هتكون ظاهره معاك عادي لانك يعتبر انت ماسك ادمن فيك. هو مش ادمن انك تطلع ناس وتسحب الروم وكده، لا هو ادمن فيك. في الوقت اللي هو بيعد فيه تقوم انت عامل كده بقى، فاهم قصدي؟ ومكبر لك زر الادمن كمان عشان تسحب الروم اسرع. فهمت الفرق بين النسخه دي والنسخ التانية؟ ان النسخه دي بيظهر فيها اعدادات المجموعه وانت مش ادمن. النسخ التانية اللي هي نسخه متجر مثلا، النسخ العاديه دي، او مثلا نسخه متعدله بس ما فيهاش اعدادات المجموعه، انك ما ينفعش تعمل نفسك ادمن تلقائي، ما بيكونش ظاهر فيها اعدادات المجموعه. لازم الروم كله يترفع ادمن وانت كمان تترفع ادمن عشان يظهر لك اعدادات المجموعه. لا انت بقى ممكن ما تكونش ادمن اصلا في النسخه دي وتقوم ظاهر لك اعدادات المجموعه، وهو بيعد تقوم انت دايس كده، هتفضل بقى تعمل كده، وهو بيرفع هتلاقي الروم كله اترفع ادمن. انت هتسحب روم قبل الناس دي كلها لان لسه بقى هم هيخشوا على اعدادات المجموعه لما يترفعوا ادمن. لا هي ظاهره عندك تلقائي، فاهم قصدي؟ تسحب الروم اسرع منهم. هل هتعرف تتحكم في الروم او تطرد حد؟ لا لانك مش ادمن. هتعرف مثلا تغير الدي بي، حذف، ريموف، لانك مش ادمن. هتعرف مثلا تغير مثلا الوصف لانك مش ادمن. فهمت؟ انت تستفاد منها تسحب المسابقات اسرع، تسحب الرومات اسرع. ما هتخليش حد يضحك عليك ويقول لك انا ممكن اسحب الروم وانا مش ادمن. لا هيبان انه ادمن فعلا بس مش هعرف يسحبه. مارك مش اهبل يا جماعه، تمام؟ فالنسخه دي بتخليك تسحب الرومات اسرع، وهو بيعد بيظهر لك اعدادات المجموعه اصلا اكنك ادمن بالظبط، فاهم؟ في النسخ التانية مش هيظهر لك اعدادات المجموعه، فلسه بقى في النسخه التانية انت هتستنى لحد ما يرفعك ادمن ويظهر لك اعدادات المجموعه وتدوس عليها، بعد كده تدوس على دي، بعد كده تدوس على دي، فاهم؟ انت في النسخه دي عقبال ما بيعد انت تقوم دايس كده بقى، فاهم؟ بيظهر لك اعدادات المجموعه انت تفضل تدوس كده، فاهم قصدي؟ هو بيرفع روم كله تقوم انت سحبه اول واحد. بس كده يا قلبي، وتكون انت فهمت ازاي النسخه بتعمل رومات 2011 وازاي النسخه بتسحب رومات. اشوفك في فيديو جديد، يلا سلام.